جربتي تعملي الفطير المشلتت؟ اكيد بتخافي او بتفتكريه صعب. هيطلع بقى معاكي ناشف، هيطلع معاكي مش حلو. انسي اي مشكلة هتقابلك في الفطير، وانا واثقة ان بعد ما تشوفي الفيديو ده ان شاء الله لو مشيتي على الخطوات هيطلع معاكي ناجح جدا، وهيطلع طري ومورق بالشكل اللي انت شايفاه ده. بس تابعي معايا الفيديو للنهاية، ان شاء الله الفيديو مفيد جدا. هنقول بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معايا كيلو دقيق، حطيت عليه 3 معالق سكر وكمان ربع معلقه صغيره من الملح. وبعد كده جبت الميه بتاعتي وهفضل بقى اعجن كده. مقدار الميه طبعا ما اقدرش اقول لك عليه، افضلي اعجني لحد ما تبقى معاكي عجينه طريه جدا وبتلزق بسيط بالشكل اللي انت شايفاه ده. هفضل اعجن حوالي 7 دقائق او 10 دقائق لحد ما العجينه تنعم معايا خالص، ولازم تعجنيه كويس جدا. وبعد كده جبت صينيه ودهنتها كده زيت، وهشكل كده كورتين كبار لاني هعمل صينيتين، وبعد كده الباقي هعمله كرة صغيرة، يعني كرة قد الاستفندية كده او قد البرتقانية، والباقي صغير يعني يكبر يصغر شوية عنه. وبعد كده شكلتهم عملتهم حوالي 24 او 23 من الكرة بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعد كده سبتهم وغطيتهم دهنت الوش زيت علشان ما ينشفش معايا. وكمان غطيته كده بكيس من اكياس التلاجة. وبعد كده سبتهم ارتاحوا حوالي ربع ساعة او تلت ساعة، وكل ما تسيبي العجينة ترتاح كل ما هتطلع معاكي ناجحة جدا وهتتفرد معاكي بكل سهولة. في طبق وحطيت فيه زبدة على زيت، او ممكن تحطي سمنة على زيت، بس الزبدة هتخليه معاكي طري اكتر. وكمان جبت اول كورة عملتها اللي هي الكورة الكبيرة، وبعد كده دخلتها كده في الطبق اللي فيه الزبدة وفيه الزيت، وبقيت بايدي كده ايد راحة يمين وايد راحة شمال بالشكل اللي انت شايفاه ده. وفردت اول كورة وحطيتها في الصينية على طول، ودهنت الصينية كده دهنة زبدة بسيطة. وبعد كده جبت الكرة اللي اصغر منها، زي ما قلت لكم انا عملت 2 بس كبار والباقي كله صغير. جبت بقى ابتديت اشتغل من الصغير، وبعد كده حطيته فوق بعضه بالشكل اللي انت شايفاه ده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها، لان انا قسمت الكميه على نصين لاني هعمل فطيرتين، فانا عايزه اقسم الكميه. وبعد كده طبقتها بالشكل اللي انت شايفاه ده، طبقتها على بعض كده، طبقت الفطاير اللي انا عملتها كده على بعض، وبعد كده قلبتها بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبقيت ادخل تحتيها كده لحد ما تساوت معايا وبقت بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا بقى بعد ما طبقتها على بعض كده وعملتها زي الكوره كده، وابتديت ان انا اسويها. سبتها برضو ارتاحت حوالي 10 دقايق بس، وفي الوقت ده انا شغلت الفرن وخليت درجة الحرارة عالية جدا، على اعلى درجة حرارة عندي. وبعد كده ابتديت بقى افرد الفطير بتاعي في الصينية بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين مطلع فقاعات ازاي؟ علشان هو مرتاح جدا معايا. كل ما تعجني العجينة كويس جدا هتلاقيه معاكي طري، وكل ما كمان تسيبيها ترتاح كويس جدا هتتفرد معاكي بسهولة جدا. وكمان كل ما تخلي العجينة بتاعتك طرية جدا، يعني طرية بتلزق بسيط كده، هتطلع معاكي برضو ناجحة جدا. شغلت الفرن على اعلى درجة حرارة، وكمان خليت الفرن على اعلى درجة حرارة، وكمان نزلت الشبكة بتاعتي تحت خالص. وبعد كده اول ما دخل بقى شايفين قد ايه النفخ كده وبقى جميل معايا. اول بقى ما قاع الفطيرة بتاعتي يبقى لونه ذهبي كده هشغل الشواية على طول. ما ينفعش الفطير يقعد معاكي في الفرن كتير، لانه مجرد ما هيقعد في الفرن كتير هينشف معاكي. اول بقى ما تلاقي قاع الفطيره احمر شغلي الشوايه على طول، واول ما يطلع وهو سخن كده غطيه كويس جدا. انا غطيته كده بكيس من اكياس التلاجة، وبعد كده حطيت كمان عليهم فوطه. لازم نغطيه كويس عشان يبقى طري معانا بالشكل اللي انت شايفاه ده. جربيه هيعجبك جدا. صحتين والف هنا يا رب. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك وكمان المتابعه.